في الحلقة السادسة من مسلسل فهد البطل تستمر الأحداث الدرامية والتشويقية. تتعرض شقيقة فهد كارولين عزمي لموقف صعب عندما تخبر حبيبها برغبتها في الارتباط به، لكنه يتركها فور معرفته بأن شقيقها كان مسجونا وأنها تربت في إصلاحية. في سياق آخر يقوم توفيق التمساح بتوبيخ ابنته آسيا لتجاهلها عمر نجي الغلاب الذي يرغب في تزويجها منه، لكنها ترفض الفكرة مما يثير غضب والدها. من جهة أخرى يوقع فهد أحمد العوضي على شيكات ووصولات أمانة بطلب من نادر توفيق التمساح حمزة العيلي مقابل العمل معه واستلام سيارة لقيادتها. يكتشف فهد أن السيارة المحترقة تحتوي على ممنوعات، مما يزيد من تعقيد الموقف. تتطور الأحداث العاطفية في الحلقة، حيث يقع فهد في حب كناريا ميرنا نور الدين ويخبر شقيقته بذلك، مما يظهر تأثير هذه العلاقة عليه. بدأت الحلقة بخداع شقيقة فهد له بشأن رائحة الخمر في ملابسها، حيث أخبرته بأنها رائحة عطر أهدته لها زبونة في المحل الذي تعمل فيه، ليصدقها ويطلب منها أن تتركه بمفرده.